سلام، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم غادي نحضروا حلوه اقتصاديه سهله وبزاف بنينه ما تشبعوش منها، غير بحبه بيض مناسبه للقهوه تاع العشيه. حطيت حبه بيض، قرصه ملح، لافاني، تقدروا تعوضوا لافاني بزاز تاع السيترون، ربع كاس سكر وربع كاس زيت. ما نسحقوش كاع الباتور في هذه الوصفه، غير بالفوي غادي نقعدوا نحركوا حتى يمتزجوا كاع المكونات. هذا الكاطون طيبها بزاف في القهوه العشيه باسكو سهله، ما تسحقش تخرجي الباتور وداك الحس تاع الباتور. غير بالفوي تحركي كل شيء في صحن واحد بلا ما ديري معين، وراكي كملتي طيبتي حاجه بنينه وخفيفه لقهوه العشيه. والمقادير تلقوهم في صندوق الوصف، هكا اللي يبغي يجرب الوصفه ينجح في تحضيرها. هنايا بعد ما حركت كما راكم تشوفوا امتزجوا غايه المكونات. هنا نضيف المواد الجافه. الحاجه الاولى نضيف نص كاس تاع الجلجلان، اللي ما يبغيش الجلجلان تقدروا تعوضوه بالكاوكاو ولا نواه كوكو. زدت لها ثاني كاس تاع الفارينه، ومغرف كبيره تاع المايزينا، ونص ساشي تاع خميره الحلويات. ما نديروش ساشي كامل، غير نص تاع هذا مكان. ونلايموا العجينه بيدينا، ما نعجنوهاش، نقعدوا غير نلايموا فيها حتى نشوفوها اتماسكت غايه. واذا شفتوا العجينه تاعكم ناشفه مليح، انا هنايا شفتها نشفت لي شويه، زدت لها غير شويه ماء. تقدروا تزيدوا لها الحليب، انا ما كاش عندي الحليب، زدت لها شويه ماء. هذا مكان مقدار تاع مغرف كبيره ولا زوج مغارف كبار تاع الماء ولا تاع الحليب. هذا مكان. والقوام تاع العجينه لازم تكون طريه، ما تكونش يابسه. هنا نبداو نشكلوا فيها. انا خيرت هذا الشكل، نتوما خيروا الشكل اللي يعجبكم. انا درتهم قد حبه تمر باسكو كي غادي ندخلوهم الفرن غادي يزيدوا ينتفخوا، فديروا حسابكم، ديروا الحبات الصغار. نديروهم في صينيه عليها ورق الطهي ولا نرشوها بالفرينه الا ما عندناش ورق الطهي. الفرن تاعنا لازم نحموه لمده دقيقتين، وبعد نحطوا الحلوه تاعنا طيب على حراره منخفضه. كي نشوفوها حمارت لنا من الجوانب نقلعوها، نخلوها حتى تبرد ومن بعد نزينوها. بالنسبه للتزيين انا خيرت المربى، الكونفيتور وكاوكاو محمص ومطحون. تقدوا اذا ما عندكمش مربى، اللي يبغي العسل يدهنها بالعسل ويزينها بنواه كوكو ولا الجلجلان اللي عندكم في الدار، زينوا به. صح الا بغيتوا الحلوه تاعكم تجيكم بنينه وخفيفه، ديروا لها الجلجلان في العجينه وزينوها كما درت انايا بالكاوكاو، ما تشبعوش منها، تخرج خفيفه وتخرج مقرمشه بين الكاوكاو والجلجلان. وكما تعرفوا الكاوكاو والجلجلان يتماشوا بزاف في الذوق، فنتمنى تجربوها. لازم تدهنوا غايه هذوك الجوانب تاني تاع الحلوه باش الشكل تاعها يخرج متقون. والكاوكاو كي تحمصوه طحنوه تاني خشين باش الشكل تاعها يجي معمر وشباب. هذه هي كانت الحلوه تاع اليوم، حلوه اقتصاديه وبنينه كما شفتوا، غير بحبه بيض قدرنا نحضروا حلوه مناسبه للقهوه تاع العشيه، ما تشبعوش منها، خفيفه. نتمنى تكون نالت اعجابكم. تهلاو في رواحكم، مع السلامه ان شاء الله في وصفات اخرى.